اهلا وسهلا بكم في البث المباشر من قلب مدينه الدار البيضاء امام مركب العربي الزاولي. جماهير الكوديم نادي المكناسي تحل بمدينه الدار البيضاء بعد ما تصدمت بقرار عدم دخولهم الى مركب العربي الزاولي. الان يحتجون بطريقه الخاصه. مكتوب معنا استنفار امني كبير الان امام مركب العربي الزاولي بمدينه الدار البيضاء. يعني الان كما تشوفوا معنا في هذا البث المباشر من قلب مدينه الدار البيضاء جماهير نادي المكناسي تحتج بعد قرار عدم دخولهم الى مركب العربي الزاولي بمدينه الدار البيضاء. تواجد السلطات من اجل انهم يحميوهم لانهم جاوا بواحد الكميه غفيره من اجل انهم يدخلوا الى مركب. معنا في هذا البث المباشر استنفار كبير بمدينة الدار البيضاء أمام العربي الزاولي. السلطات المحلية ورجال الأمن جاوا بدورهم من أجل أنهم يأمنوا جماهير النادي المكناسي اللي جات من مدينة مكناس. استنفار كبير هنا بمدينة الدار البيضاء أمام المركب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء. جماهير النادي المكناسي تحتج بعد قرار المنع ديالهم من الدخول إلى مركب العربي الزاولي. استنفار أمني كبير الآن. وعزاوة وحضارة وعزاوة وحضارة وعزاوة يعني الجماهير ديال نادي المكناسي بغات تدخل باي طريقه لانهم جاوا من مدينه مكناس، جاوا من اجل انهم باش يتفرجوا، لكن السلطات الامنيه يعني القرار ممنوع الدخول يعني ديالهم الى مركب العربي الزاولي بمدينه الدار البيضاء. جماهير كثيفة جات إلى مدينة الدار البيضاء من أجل أنها تشجع النادي المكناسي. كما تشوفوا معنا تم المنع ديالهم من طرف السلطات.
العربي الزولي بمنطقة الحي المحمدي. جماهير كثيفة من نادي المكناسي، شباب شياب رجال أيضا جاوا من أجل أنهم يشجعوا النادي المكناسي، لكن تصدموا بالقرار ديال السلطات عدم يعني الدخول ديالهم إلى مركب العربي الزولي، يعني المنع ديالهم. الآن رجال الأمن كيقوموا بالحماية ديال الجماهير يعني من الشانطي باش كاع ما يوقعوا شي مشاكل. يعني الآن السلطات استنفار أمني كبير الآن بمدينة الدار البيضاء، يعني مجهودات جبارة يقوموا بها رجال الأمن بمنطقة الحي المحمدي. المباراة اللي جاوا باش يحضروا لها لكن كان المنع. كما كتشوفوا معنا متابعي قناه صوت العداله في هذا البث المباشر، يعني جماهير الكوديم النادي المكنسي تحتج بمدينه الدار البيضاء بسبب منع ديالهم من دخول مركب العربي الزولي، يعني وسط استنفار امني كبير الان يعني بمدينه الدار البيضاء. يعني النادي المكنسي يعني نادي عريق، نادي عنده تاريخ، نادي عنده جماهير ايضا عريقه ووفيه ليه، جات من اجل انها باش تساندوا من مدينه مكناس الى مدينه الدار البيضاء، تحملوا عناء السفر، تحملوا كل الاشياء من اجل انهم يجيو ويشجعوا النادي المكناس. البارح من اليوم كانت 6 ايام 4 ايام عباد الله كاينين هنا في كاسه، 6 ايام 4 ايام وما في كاسه، طالعين باش نمروا، طالعين طالعين احتجاجات جماهير النادي المكنسي بمدينة الدار البيضاء، يعني كما تشوفوا معنا في هذا البث المباشر من قلب مدينة الدار البيضاء. جماهير النادي المكنسي يعني تحتج قرار المنع ديالهم من دخول مركب العربي الزولي بمدينة الدار البيضاء، يعني وسط استنفار امني كبير الان بمدينة الدار البيضاء. مشكورين رجال الامن بمنطقة عين سبعة الحي المحمدي على هذا يعني جاوا من اجل انهم باش يحميوا جماهير ديال النادي المكنسي. يونس الصفحة الأولى واحد كيزوم يصور. كما تشوفوا معنا متابعي قناة صوت العدالة في هذا البث المباشر، يعني جماهير النادي المكنسي جات من مدينة مكناس إلى مدينة الدار البيضاء من أجل أنها
تدخل الى العربي الزولي من اجل ان تشجع النادي المكنسي، لكن تصدموا بقرار منع السلطات عدم الدخول ديالهم الى مركب العربي الزولي. الان كيحتجوا بطريقتهم الخاصه وباهاجيز ديالهم الخاصه، يعني جماهير وفيه للنادي المكنسي، النادي العريق، النادي اللي عنده واحد تاريخ في كرة القدم، عنده ايضا جماهير وفيه، جماهير كتحبوا، جات من مدينة الدار البيضاء من اجل انها تشجع. يعني وسط استنفار امني كبير لرجال الامن والسلطات المحليه مشكورين على هذه المجهودات الجباره اللي كيقوموا بها الان من اجل انهم يحميوا جماهير النادي المكنسي اللي تعرضوا لاي ضرر. يعني هذه طريق السيار يعني ممنوع يوقفوا فيها الان، رجال الامن حامينهم باش كاع ما يوقع شي مشكل. رجال الامن ديال منطقه الحي المحمدي عين سبع مشكورين على المجهودات الجباره ديالهم. يعني كما تشوفوا معنا في هذا البث المباشر مشاهدينا الكرام بحضور رئيس المنطقه الامنيه وايضا حضور جميع السلطات المحليه الرونفور الان كيجي الدعم من اجل انهم يحميوا جماهير النادي المكنسي، انهم جاوا وسط الطريق السيار. كما تشوفوا معنا في البث المباشر يعني الان رئيس المنطقه الامنيه بمنطقه عين سبع الحي المحمدي كيعطي التعليمات ديالو من اجل انه يعني يتفادوا جميع المشاكل اللي غادي تقدر تطرا بمنطقه الحي المحمدي. كما تشوفوا معنا في هذا البث المباشر كما تشوفوا معنا متابعي قناه صوت العداله. بالنسبه للناس اللي عاد التحقوا بنا الان كنتواجدوا بمدينه الدار البيضاء بمنطقه الحي المحمدي امام مركب العربي الزولي بمدينه الدار البيضاء. كما تشوفوا معنا جماهير النادي المكنسي جاءت من مدينه مكناس الى مدينه الدار البيضاء من اجل انها تشجع فريق النادي المكنسي، لكن تصدموا بقرار ديال المنع ديالهم، من طرف السلطات اللي عده احتسابات يعني قاموا بالمنع. يعني واش قدروا يدخلوا، يقدر يطيح التيران ما تساعدش انه يوجد الجمهور، يعني عده احتمالات هما اللي عارفينها. كما تشوفوا معنا في البث المباشر متابعينا الكرام وسط استنفار امني كبير هنا بمدينه الدار البيضاء بمنطقه الحي المحمدي. يعني رجال الامن مشكورين على هذه المجهودات الجباره اللي قاموا بها، يعني لا في الطريق يعني السيركيلاسيون ولا الناس اللي كيحميوا ايضا الجماهير من اي خطر غادي يوقع بالنسبه لمستعملي الطريق. السيد رئيس الدائره عنده السن ياخذ عنده 86 ياخذ السيد بالنسبه للناس اللي على بنا في هذا البث المباشر مرحبا بكم. الان كنتواجدوا بمدينه الدار البيضاء، جماهير النادي المكنسي تحت يعني جات من مدينه مكناس الى مدينه الدار البيضاء من اجل انها تشجع فريق ديالها اللي هو القديم، الفريق اللي عنده تاريخ، الفريق العريق هو النادي المكنسي. يعني لكن تصدموا بقرار ديال المنع ديالهم يعني من طرف السلطات، يعني والان كيحتجوا بالطريقه ديالهم. جماهير يعني مئات من الجماهير جات، يعني شباب شياب يعني ايضا رجال كما تشوفوا معنا في هذا البث المباشر.